زواج الأجانب في مصر، الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة. طبقا للقرار الوزاري رقم 130 لعام 1997، يشترط أن يتم عقد زواج الأجانب في مصر أمام مصلحة الشهر العقاري في محافظة القاهرة أو الإسكندرية، حتى وإن كان أحد الزوجين مصري الجنسية. ولا يجوز إبرام عقد زواج الأجانب أمام أي جهة رسمية أخرى، بما في ذلك المأذون الشرعي، وذلك تطبيقا للمادة رقم 19 من لائحة المأذونين الشرعيين. زواج الأجانب في مصر. في ظل العولمة والتواصل المتزايد بين الثقافات المختلفة، أصبحت زيجات الأجانب في مصر أكثر شيوعا. وتنظم قوانين الأحوال الشخصية في مصر زواج الأجانب، حيث يشترط لزواج الأجنبي من مصرية أو مصري من أجنبية أن يتم عقد الزواج وفقا للإجراءات القانونية المقررة. إطلاق خدمة توثيق زواج الأجانب في شرم الشيخ. قام وزير العدل المستشار عمر مروان بإطلاق خدمة لتوثيق زواج الأجانب في محافظة شرم الشيخ، وذلك بعد أن كان التوثيق مقتصرا على محافظتي القاهرة والإسكندرية. وقد تم ذلك عن طريق فتح مكتب توثيق الزواج في جنوب سيناء. ويعد هذا المكتب هو الأول في شرم الشيخ والثالث على مستوى جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى التيسير على الأفراد المقبلين على الزواج من حيث الانتقالات، والعمل على تقديم الخدمة بأفضل طريقة ممكنة. ويعمل هذا المكتب بنظام الشباك الواحد، بعدما تم ربطه بمركز المعلومات في مصلحة الشهر العقاري. ويقوم المكتب بتوثيق جميع عقود الزواج والتصديق عليها، بالإضافة إلى توثيق شهادات الطلاق، سواء كان للمصريين أو الأجانب. كما نخص بالذكر أن مصلحة الشهر العقاري خصصت قاعة خاصة لإتمام الإجراءات السابق ذكرها، وذلك في مكتب التوثيق بمبنى وزارة العدل في لاذقلة. المستندات المطلوبة لزواج الأجانب في مصر. تتمثل المستندات المطلوبة لزواج الأجانب في مصر في الآتي: شهادة ميلاد الزوج والزوجة، شهادة خلو من الزواج، شهادة صحية من الجهة المختصة، تصريح من سفارة أو قنصلية بلد الزوج، الزوجة للزواج من مواطن مصري أو مصرية. يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن الزواج العرفي عند محامي. الآثار القانونية لزواج الأجانب في مصر. يعد الزواج المختلط بين مصري وأجنبي زواجا صحيحا من حيث الشكل والمضمون، ويتمتع الزوجان بكافة الحقوق والواجبات المقررة للزوجين في القانون المصري، بما في ذلك الحق في الميراث والنفقة والحضانة. ما هي شروط زواج الأجانب في مصر؟ بالطبع يمكن لأي فردين الزواج وإن كانوا مختلفي الجنسية، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الطرفين وفق القانون المصري في حالة أنهم يريدون الإقبال على تلك الخطوة في جمهورية مصر العربية، وهي أن يكون سن الطرفين 21 عاما بحد أدنى، فهو السن القانوني الذي يمكن اعتبار الشخص فيه عاقلا مسؤولا عن نفسه. كما يشترط وجود فرق مناسب في السن بين الطرفين على لا يزيد عن 25 عاما. لا بد أن تكون إقامة الطرف الأجنبي إقامة مؤقتة. يجب حضور شاهدين عدل لعملية توثيق الزواج. أن يقوم الطرف الأجنبي بتقديم شهادة من سفارته في مصر بالحالة الاجتماعية وديانته وعمره. أن يكون الزوجان حاصلين على تصريح من سفارة أو قنصلية بلدهم للزواج من مواطن مصري أو مصرية. أهمية وجود مترجم تابع لمكتب الشهر العقاري في حالة عدم تحدث أحد الزوجين للغة العربية. إحضار كل شخص منهم عدد 5 صور شخصية حديثة. شراء طابع أسرة بقيمة 50 جنيها من مجمع التحرير بالقاهرة. تقديم شهادة للطرفين بالفحص الطبي من مكتب الصحة بأن الزوجان خاليين من الأمراض المعدية أو المؤثرة على العقل. بعد إتمام جميع إجراءات عقد الزواج، يتم استلام نسختين منه مختومين من الشهر العقاري، بحيث يتم تقديم نسخة من هذا العقد لسفارة الطرف الأجنبي. ويمكن التواصل مع مكتب المستشار محمد السنوسي
للتعرف على جميع الإجراءات وحل أي مشكلات تخص زواج الأجانب في مصر، وذلك بالتواصل على واتساب 0114062335، هاتف 010309199679، فيسبوك المستشار القانوني محمد السنوسي. كم تكلفة زواج الأجانب في مصر؟ أعلنت مصلحة الشهر العقاري المصرية عن الرسوم المفروضة لإتمام إجراءات توثيق زواج الأجانب، وهي مبلغ قدره 2000 جنيها مصري، بالإضافة إلى تحصيل 1000 جنيه مصري كمقابل عن الترجمة لمحررات مكتب التوثيق للأحوال الشخصية للأجانب. وفي حالة حضور مترجم فوري للأجانب المتزوجين أثناء إتمام توثيق عقد الزواج، فيتطلب دفع مبلغ 1000 جنيه لخدمة المترجم، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء. يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن قانون الخلع في مصر. صيغة عقد زواج الأجانب في مصر. نلاحظ وجود العديد من صيغ كتابة عقود الزواج، ولكن هناك طريقة معينة لكتابة صيغة عقد زواج مواطن مصري من أجنبية، فلا بد من توافر شروط معينة حتى تكون الصيغة صحيحة. أولها وجوب ترجمة العقد من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية التي تتحدث بها الزوجة، مع ضرورة شمول صيغة عقد الزواج على بيانات كلا من الطرفين من حيث تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الديانة، الجنسية. وفي حالة كان الزوج مسلما، فلا بد من إمضاء الزوجة الأجنبية على إقرار يقتضي بموافقتها على إتمام الزواج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن يشمل العقد قيمة المؤخر المتفق عليه من الطرفين، وذكر قيمة المهر المدفوع. ولا ننسى أهمية ذكر بعض الشروط التي تخص الأولاد فيما بعد، بحيث يكون لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها كلا الزوجين، مع كتابة أي شروط أخرى متفق عليها الطرفين ليتم توقيع الشهود على ذلك. وزارة العدل مكتب زواج الأجانب. خصصت وزارة العدل مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالدور الرابع في مبنى وزارة العدل بشارع نوبار باشا خيرت التابعة لقسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة لإتمام إجراءات الزواج للأجانب. وقد خصصت قاعة تكفي ل10 أفراد، مع تواجد مترجمين لكثير من اللغات في حالة احتياج أحد الأطراف له لعدم إجادته للغة العربية. يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق؟ ما هي إجراءات زواج الأجانب في مصر؟ بعدما ذكرنا الشروط اللازمة لإتمام هذا الزواج والمكاتب التي يتم فيها التوثيق، فيمكننا هنا ذكر الإجراءات بشكل مجمل بعد تفصيل كل جزء منها سابقا، حيث يتوجه الزوجان إلى المكتب الخاص بالتوثيق مع إحضار جميع الأوراق المذكورة سابقا وشهود موثوق بهم. فإن الإجراءات لا تتطلب الكثير من الوقت في حالة وجود الأوراق المطلوبة واستيفائها للشروط المذكورة مع دفع الرسوم الإدارية المقدرة من الجهات المختصة. وفي حالة تطلب الأمر ترجمة عقود الزواج، فهناك بعض الإجراءات التي تتمثل في: إحضار إثبات شخصية مثل بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إرفاق صورة رسمية من المستند المراد ترجمته بعد أن يتم ختمه واعتماده من الأمين العام، دفع 10 جنيهات الرسم المقرر للأمين العام، وأخيرا تسليم إيصال يثبت سداد رسوم الترجمة. وأخيرا لا يمكننا التطرق إلى الجواز الشرعي لعملية زواج الأجانب في مصر من الناحية الدينية، سواء كانت الزوجة أجنبية أو مصرية. فمن ضمن الشروط لإتمام هذا الزواج وجود شهادة للفرد الأجنبي من سفارته من ضمن محتواها ديانته، فهذا لأمر متروك لأصحاب العلم فيلدين، فهم قادرون على وضع الحكم سواء كان بلا التحريم أو الجواز فق الحالة لا مقدمة لهم.